بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التحية والسلام، قررت أنا العبد المذنب أحمد السكتاني فاعل جمعوي سياسي بمنطقة تدارت أنزا، ارتئينا أنا والشباب بالمنطقة ديال تدارت أنني ندير هذا التصريح هذا لغرض أنه الشباب والناس في المنطقة ديال تدارت كلهم يعرفوا الأسباب وراء المشكل الأساسي الذي وقع بيني وبين حزب العدالة والتنمية بإقليمية أكادير أو بالجهة عموما. الجميع في منطقة تدارت يعرفوا بأنه كنا مجموعة من الشباب هنا في تدارت ساهمنا في وضع الأسس ديال الهيكلة التنظيمية ديال حزب العدالة والتنمية منذ سنة 2002. الذي وقع أن هاد الناس هادو يحملون ايديولوجيا ما كناش حنا فاهمينها، ما كناش عارفين الارتباطات ديالهم مع الاخوان المسلمين ديال مصر والعلاقه ديال الحركه ديال التوحيد الجناح الدعوي ديالهم مع التنظيم العالمي ديال الاخوان المسلمين. مشينا معاهم في النضال من اجل المصلحه العامه ديال البلاد ومن اجل تنميه مستدامه للمنطقه ديالنا، وساهمنا الحمد لله ولله الحمد، ساهمنا في واحد العدد ديال الأوراج في المنطقة. الذي وقع بيننا وبينهم أن هاد الناس هادو النهار اللي وصلوا للحكومة في 2011 بداو جلهم وأقولهم بالأسماء في المنطقة ديال أنزا، بدءا بالكاتب المحلي ديال حزب العدالة والتنمية مصطفى النقاشي، الذي كان يحمل في طياته بعض الأمور الخطيرة ضد البلاد، وكان دائما يحرض الشبيبة ضد السلطات، وكان دائما يحاول استقطاب واحد العدد ديال الشباب لحركة ديال التوحيد والإصلاح. ولكن اللي كنا ليه بالمرصاد وملي الحكومة آلت إلى حزب العدالة والتنمية في شخص بن كيران بدات الامور تتكشف، بدات الامور والاسرار ديال انه حزب العداله والتنميه حزب يسعى الى السلطه، يسعى بفصيح العباره الى قلب النظام الملكي بالبلاد. وهذا الكلام هذا تنقولوا على المسؤوليه ديالي، تنقولوا من هذا الموقع هذا. عندنا المقبره ديال تدارت وعندنا تدارت حاليا. من هذا الموقع هذا أتحدث والله شاهد على ما أقول أن هاد الناس هادو ليس فيهم خير لهذه البلاد السعيدة. والشباب أعطوني مسؤولية أنني نقوم بهذا التصريح هذا لكي يشهده التاريخ ولكي يوثق حسن توثيق ولكي تصل الرسالة إلى جميع المواطنين المغاربة، حكما بموقع السابق قيادي بارز مؤتمر بحزب العدالة والتنمية، فاعل جمعوي يحب وطنه، يحب بلاده، يحب ملكه. هاد الناس ديال حزب العدالة والتنمية نهار اللي شدوا الحكومة أول حاجة داروها قالوا لينا أننا نشوفوا روسنا، نقلبوا على روسنا حنا، ما نقلبوش على المنفعة العامة وما نقلبوش على المصلحة العامة. والله على ما أقول شهيد. ناهيك على المضايقات التي وقعت والمشكل الذي أفاض الكأس بيني وبينهم أنا وواحد مجموعة من الشباب اللي حاليا الله يشهد أنهم قدموا استقالتهم الجماعية بمحض إرادتهم وما كاين حتى شي إعاز من عبد ربه، واتهموني بأنني أقود تشويشا ضدهم في هذه الحملة وبأنني أنتمي إلى حزب معلوم. والله يشهد أنني لا أنتمي إلى حزب الأصالة المعاصرة الذي يقصدون به حزب التحكم وحزب الذي يضايق توجههم ومشروعهم المدسوس المدعوم، وأقولها وأتحمل فيها المسؤولية، المدعوم من طرف الجماعات المافيات البترودولار، الجماعات التي تود ببلادنا أن ندخل إلى الظلام والظلمات والفتن التي سوف تدمي القلوب باش يعيشوا هما من الفتنة ديالنا. وهذا الكلام هذا أتوجه به بالخصوص الساكنة تدارت وبالخصوص الشباب وعامة باقي المواطنين الذين
يستغلون حاليا في حملة انتخابية مع حزب العدالة والتنمية ظنا منهم أنهم يساهمون في مشروع. وأي مشروع هذا؟ المشروع الذين يساهمون فيه هو مشروع تخريبي، مشروع الأخونة، أخونة الدولة، مشروع إيجاد دولة داخل دولة. نحن نظام ملكي نعتز به، كما شهد الآباء والأجداد. سوف نضحي على بلادنا، من أجل بلادنا سنضحي. وهذا الذئاب الملتحية وتحمل المسؤولية، هاد تجار الدين الذين يشيطنون الجميع، يشيطنون جميع المؤسسات وجميع رجال الدولة، يشيطنونهم وينعتونهم بأقدح النعوت، لأنهم يحملون في طياتهم، يحملون مشروع خطير ضد البلاد. وأنا غادي نوجه الكلام ديالي للناس اللي معاهم في القيادات هنا، يخرجوا يتحدثوا مع الناس، ما عندهمش الجرأة باش يتكلموا مع الناس. دائما تيقلبوا على الشباب وتيلبسوهم الجيليات باش يواجهوا بهم الناس وهما تيتغطاو من اللور. هاد الناس هادو ديال العدالة والتنمية ديال حزب المصباح اللعين، المصباح السحري، يودون ببلادنا أن تدخل إلى المجهول. وأتحمل كلامي من هذا. وأنا الشباب ارتأوا قالوا لي أنني نقوم بهذا الفيديو هذا باش يتنشر ويكون خير شهادة للناس اللي مازال ما عارفين الإيديولوجيا ديال الحزب ديال العدالة والتنمية، الحزب اللي عنده واحد الامتداد خارجي وينفذ أجندة ديال الأعداء ديال الوطن اللي باغيين يخربوا المقدرات ديال البلاد ويخربوا المكتسبات. وهذا الشيء اللي وصلت ليه البلاد. ولهذا لكي لا أطيل عليكم، أود من الجميع أن يعلم أن عبد ربي أحمد السكتاني القيادي السابق المؤتمر في 4 مؤتمرات أخيرة ديال حزب العدالة والتنمية، اللهم نستثني منها المؤتمر المهزل الأخير اللي فات، قالوا بأنه ترشحته مع حزب الأحرار في 2015 كترشيح نضالي. لماذا؟ لأنه الأستاذ رحيم الطور أعطى لهذه المنطقة وجا عندي وطلبني وقمت معاه بترشيح نضالي ودعمته، لأنه رجل دولة. ورجال الدولة من جميع الأحزاب أحييهم، وجميع الأحزاب تنحييهم، تنحيي جميع رجال الدولة، تنحيي جميع الجمعيات. ولكن بين قوسين كرسالة أخيرة للناس ديال تدارت راها تعاني من واحد العدد ديال المرتزقة. وهذا الكلام هذا خذوه مني يا الناس ديال تدارت. وراني واقف أمام المقبرة وأمام الله وغتشدوني بهذا الكلام. أنقذوا تدارت من المرتزقة. مرتزقة العمل الجمعوي بتدارت دايرين حلين جمعيات وتيقتاتوا بها وتيربيوا بها وتيطلعوا بها وليداتهم. وواحد العدد ديال المرتزقة في العمل الجمعوي تيجلسوا حتى كتوصل الاستحقاقات والانتخابات اللي غادي تكون مصيرية، ويبانوا الناس اللي عندهم هم ديال البلاد، الناس اللي حاملين الهم ديال البلاد وتيناضلوا بالغالي والنفيس من أجل هذه البلاد السعيدة. تيتدخلوا هذه المرتزقة السماسرة والكائنات الانتخابية وتيخسروا التوجه ديال الناس من أجل المصلحة والمنفعة العامة ديال البلاد. وهاد الناس ديال تدارت تعرفوهم واحد بواحد. بانوا في 2015 مشاو مع طارق القباج اللي انا حبسته في اللجنه المحليه باش ما يوزعش السوق النموذجي ديال تدارت اللي فيه فئه مستهدفه متمثله في عينه ديال الارامل، متمثله في فئه ديال المعاقين. وقام بالتسويه مع هاد المرتزقه ديال العمل الجمعوي وعطاهم النص ديال الحوانت ما يزيد عن 35 حانوت وداروا فيهم مواتهم. وهذا الكلام هذا راه تنتحمل فيه المسؤوليه امام الله وامام القانون وامام القضاء. والله على ما اقول شهيد، واللهم اني قد بلغت والتاريخ سيشهد على ما اقول. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.